أهلاً يا جماعة. بما إننا في موسم الامتحانات، أنا قررت أعمل الفيديو ده علشان أقول لكم إزاي تذاكروا كل مادة بطريقة صح، مش أي مذاكرة وخلاص. خلينا نتفق على حاجة الأول، كل الطرق اللي هقولها دي قائمة على حاجة واحدة بس، الأكتيف ريكول. يعني إيه؟ يعني ما تذاكرش بعينك، ذاكر بعقلك. أول حاجة، المواد النظرية. بدل ما تقعد تحفظ وخلاص، اقرا من الكتاب، اقفله واكتب من دماغك. لو اللي كتبته مش شبه الكتاب، يبقى أنت لسه ما ذاكرتش. كمان استخدم صور ورسومات، خرايط، علشان دماغك بيحب يشوف، مش بس يحفظ. الأحياء مش حفظ وبس، اعمل خرايط ذهنية، ارسم بيدك. الرسم سلاف نفهم، مش حفظ وخلاص. الرياضيات مفيش حاجة اسمها أنا فهمتكر في الرياضة، لأ، لازم تكتب كتير، حل وكرر واغلط وكرر تاني. في اللغات عندك حاجتين مهمين، كلمات، قواعد. استخدم بطاقات ذاكرة، احفظ وراجع كل يوم. ومهم جداً تكتب كتير لكل المواد. دي بقى أهم نقطة. حل اختبارات، حل كتير. ما تبقاش فاكر إنك فاهم وأول امتحان تقول هو ده كان في المنهج؟ المذاكرة بالمشاهدة، لو بتتشتت اتفرج على فيديوهات ناس بتذاكر أو فيديوهات شرح، ده بيحفزك تكمل. الخلاصة، كل الطرق دي مفيش منها فايدة لو مش بتستخدم الأكتيف ريكول بلس التكرار النشط. يعني تسأل نفسك، تكتب من دماغك، تراجع وتكرر النهاية. مش لازم تذاكر 10 ساعات، بس لازم تذاكر صح.